أهلا بيكم. لو عايزين نحكي أي قصة بالإنجليش في سر واحد لازم نعرفه، وهو زمن الماضي البسيط. ده بالظبط الأداة اللي هتخلينا نعرف نوصف أي حاجة حصلت وخلصت، سواء بقى كانت مغامرة خطيرة أو حتى مجرد يوم عادي جدا. طيب خلونا نبدأ بسؤال بسيط جدا. عملت إيه امبارح؟ عشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين نرجع بالزمن شوية. تخيلوا كده إن الأفعال بتاعتنا عندها آلة زمن خاصة بيها، هي دي اللي بتخلينا نحكي اللي فات. الفكرة كلها ببساطة شديدة إن الماضي البسيط ده عامل زي صورة قديمة، حدث حصل وخلص وتصور. خلاص الصورة دي اتعلقت على الحيطة، انتهت، ملهاش أي علاقة باللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي. تمام، طيب إمتى بالظبط بنستخدم الزمن ده؟ يعني إمتى نفتح صندوق الأدوات بتاعنا ونطلع الأداة دي بالذات؟ خلونا نقول إن في 3 حالات أساسية، لو فهمناهم القصة بتاعتنا هتكون مظبوطة. أول حالة لما نكون بنتكلم عن حدث خلص في وقت محدد وخلصان هو كمان، يعني زي ما يكون عندنا خريطة للزمن وبنحط دبوس على مكان معين. الكلمات اللي زي yesterday أو last week أو an hour ago هي دي الدبابيس اللي بتحدد مكان وزمان الحدث بالظبط. الحالة التانية بقى لما نحكي عن التاريخ، هنا الموضوع بيبقى أوضح بكتير. لما نقول مثلا الفراعنة بنوا الأهرامات، مش محتاجين نحدد وقت، لأن كلمة الفراعنة لوحدها خلاص ودتنا للماضي. السياق كله بيقول إن ده حدث تاريخي وانتهى من زمان. والحالة التالتة لما بنتكلم عن عادات كانت بتحصل زمان بس دلوقتي خلاص ما بقتش بتحصل، يعني حاجة كانت روتين في الماضي، زي كنت بمشي للمدرسة كل يوم وأنا صغير، دي عادة انتهت، صفحة واتقفلت. طيب كده فهمنا بنستخدمه إمتى. يلا بينا بقى ندخل على الجزء العملي ونشوف إزاي بنبني الجملة. هنبتدي بأبسط حاجة خالص، إزاي نوصف حالة أو شعور في الماضي، وده بنعمله باستخدام was و were. الموضوع هنا سهل جدا. القاعدة بتقول I, he, she, it بياخدوا was، و you, we, they بياخدوا were. ولو عايزين ننفي كل اللي بنعمله إننا بنحط not بعدها فتبقى wasn't أو weren't. بسيطة خالص مش كده؟ تمام، ده كان كلام عن وصف الحالات. دلوقتي بقى نيجي للأكشن، للأفعال اللي فيها حركة. هنا بقى الحكاية بتبدأ تحلو بقى. الأفعال دي بقى نقدر نقسمهم لنوعين، أو يعني شخصيتين. النوع الأول هو الأفعال المنتظمة أو الريجولر، دي عاملة زي الطالب الشاطر اللي ماشي على المسطرة بيتبع القاعدة بالحرف. والنوع التاني هو الأفعال الشاذة أو الإيرريجولر، وده بقى الفنان المتمرد ملوش دعوة بالقواعد وبيعمل اللي يجي على مزاجه. خلونا نبدأ بالطالب الشاطر، الأفعال المنتظمة. القاعدة بتاعتها بسيطة جدا، عشان نخلي الفعل ماضي بنضيف في آخره ED. الموضوع سهل، بس ناخد بالنا من كام تفصيلة صغيرة في طريقة الكتابة عشان تبقى صح. نيجي بقى للفنان المتمرد، الأفعال الشاذة. دي بقى ما عندهاش قاعدة، مفيش كتالوج يقولك تعمل إيه، الفعل شكله بيتغير بالكامل. بس الخبر الكويس إن الأفعال دي اللي بنستخدمها كتير عددها مش كبير قوي، فالموضوع كله محتاج شوية حفظ وممارسة وهتلاقيهم ثبتوا في دماغك. الذاكرة هنا هي الحل. طيب عرفنا نعمل جملة عادية، إزاي بقى نقول إن حاجة ما حصلتش؟ أو إزاي نسأل سؤال؟ هنا بقى بيظهر بطل خارق صغير كده بيجي يساعدنا. البطل ده هو الفاعل المساعد did. ده هو الصديق الصدوق للماضي البسيط، دوره إنه يظهر في الصورة عشان يساعدنا نعمل النفي والسؤال، بس ده مع أفعال الحركة بس. هو ده مفتاح اللغز كله. وهنا بقى ركزوا كويس قوي عشان دي أهم قاعدة في الموضوع كله. لما بنستخدم didn't عشان ننفي الجملة، الفعل الأساسي اللي بيجي بعدها لازم يرجع لأصله، يعني بيرجع للمصدر بتاعه نضيف من غير أي إضافات. ليه؟ لأن didn't هي اللي شالت علامة الماضي خلاص، فالفعل اللي بعدها بيرتاح. يعني بنقول she didn't work مش she didn't worked، وبنقول they didn't go مش they didn't went. دي أكتر غلطة الناس بتقع فيها. ونفس القاعدة بالظبط بتطبق في السؤال. بنبدأ السؤال بدid، وبعدين الفاعل، وبعدين أيوة بالظبط الفعل في المصدر في صورته الأصلية. يعني بنسأل did you see the movie مش did you saw the movie. القاعدة دي سحلية وما بتتغيرش، ودي بقى نقدر نسميها القاعدة الذهبية للماضي البسيط. طول ما did أو didn't موجودين في الجملة، الفعل الأساسي اللي بعدهم بيرجع لأصله على طول. افتكروا إن did هي اللي بتعمل كل الشغل الصعب بتاع الماضي، فالفعل الأساسي بياخد أجازة ويرجع بسيط زي ما كان. طيب
فاضل أداة أخيرة ومهمة جدا في صندوق الأدوات بتاعنا، أداة مخصوص عشان نتكلم بيها عن عادات الماضي، يعني حاجات كنا متعودين نعملها زمان ودلوقتي خلاص بطلنا. الأداة دي هي used to. بنستخدمها وبعدها الفعل في المصدر عشان نأكد إن دي كانت عادة وخلصت. أحلى حاجة في used to إنها مرنة، بتشتغل مع أفعال الحركة زي visit وبتشتغل مع وصف الحالات زي be. في تعبير تاني شبهها وهو would، بس ده متخصص شوية، بيجي مع أفعال الحركة بس. يعني من الآخر لو محتارين استخدموا used to وانتوا في الأمان. طيب تعالوا بقى نلم كل اللي قلنا ده في ملخص سريع. بصوا على الجدول ده، بيورينا الفرق واضح جدا بين الجملة العادية والمنفية والسؤال، سواء كنا بنتكلم عن حالة باستخدام verb to be أو عن فعل حركة باستخدام play. الجدول ده هو الخلاصة المفيدة لكل الكلام اللي فات. ودايما أحسن طريقة عشان أي قاعدة تثبت في دماغنا هي إننا نستخدمها. فكروا كده في إجابة للسؤال ده: إيه حاجة مثيرة للاهتمام حصلت الأسبوع اللي فات؟ خلاصة القول: دلوقتي الأدوات كلها معاكم، مش بس القواعد، لأ، معاكم المفاتيح اللي تفتحوا بيها أي قصة حصلت في الماضي. يلا كل واحد يبدأ يحكي قصته.